المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي من الفضائية الإريترية أقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء والمسهل بالعناوين. رئيس المجلس العسكري السوداني يزور إريتريا. إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم. تنظيم أنشطة نفير بمناسبة 20 من يونيو في مديرية عدقية. طهران تنفي الاتهامات الأمريكية التي تحملها مسؤولية الهجومين في بحر عمان. الهند تعلن اعتزامها إنشاء محطة فضائية. وعشرات القتلى جراء السيول وإجلاء الآلاف في جنوب ووسط الصين. السلام عليكم ورحمة الله. في إطار العلاقات الثنائية بين إريتريا والسودان والتباحث حول الأوضاع السودانية الراهنة، قام رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني بزيارة عمل للبلاد اليوم الجمعة استغرقت يوما واحدا. الزميل صلاح الدين حسين تابع الزيارة ووافانا بالتقرير التالي. في إطار العلاقات الثنائية بين إريتريا والسودان والتباحث حول الأوضاع السودانية الراهنة، قام رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الجمعة 14 من يونيو بزيارة عمل للبلاد استغرقت يوما واحدا. وكان في استقباله لدى وصوله مطار أسمر الدولي الرئيس سياس أفورقي وكبار المسؤولين في الدولة بمراسم استقبال رسمية. وفي جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها زعيمان في قاعة هجر، أكد الرئيس سياس أفورقي وقوف إريتريا إلى جانب الشعب السوداني وثورته، وعبر عن إعجابه بالدور الذي لعبه الجيش السوداني وانحيازه إلى جانب الشعب السوداني لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، مؤكدا أهمية مشاركة جميع القوى السياسية السودانية في الوصول بالبلاد إلى بر الأمان. من جانبه ثمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الموقف الإريتري الداعم للسودان، والذي يأتي امتدادا لمواقف إريتريا السابقة تجاه السودان ويعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين. وفي جلسة المباحثات اتفق الرئيسان على تمتين العلاقات بين البلدين، والتي كانت قد شهدت انقطاعا وفتورا في الفترة الماضية وإعادتها إلى وضعها الطبيعي. وفي التصريح الذي أدلى به مستشار الرئيس السيد يماني قبرآب لوكالة الأنباء الإريترية، أكد دعم إريتريا للمجلس العسكري الانتقالي ليلعب دوره المنوط به في المرحلة الانتقالية. رأي إريتريا معروف وهذا ليس جديد. نحن نرى أن الشعب السوداني لديه مقدرة وكفاءة وقدرة لإيجاد حلول لقضاياه، وما في حد ينوب عن الشعب السوداني. نحن من البداية رافضين التدخلات الغير بناءة الغير شرعية، التدخلات الخارجية التي تحاول تفرض حلول على الشعب السوداني. هذه مرفوضة من قبل إريتريا، ونحن ندعم دور الشعب السوداني لإيجاد حلول لقضاياه. ونحن نعتقد أنه يجب أن يكون في مشاركة جميع القوى السياسية السودانية في المرحلة الانتقالية. ونرى أنه المجلس العسكري الانتقالي يتحمل مسؤولية وصول السودان لبر الأمان في هذه المرحلة الانتقالية، هو مسؤولية تقع عليه لاستتباب الأمن والاستقرار في السودان، ولخلق مناخ لتسليم السلطة للشعب السوداني في نهاية المرحلة الانتقالية. من جانبه أكد مسؤول الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية السودانية السفير عبد المنعم عثمان تقديرهم للموقف الإريتري الداعي لضرورة حل السودانيين لمشاكلهم دون تدخلات خارجية وتجاوز الأزمة الحالية. الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو إطلاع القيادة الإريترية على مجريات الأحداث في السودان وآخر التطورات. نحن كما قلت نقدر كثيرا هذا الموقف، وهو موقف داعم للسودان، وموقف أيضا عبر
فخامة الرئيس عن رفضه للتدخلات الأجنبية في شؤون السودان. هذا أمر نحن نثمنه ونقدره كثيرا. طبعا نحن نثمن كثيرا ونقدر الموقف الأريتري والذي عبر عنه فخامة الرئيس سياس أفورقي خلال هذا اللقاء، خلال لقائه مع السيد رئيس المجلس العسكري الانتقالي، والذي أكد وقوف إريتريا حكومة وشعبا مع السودان في هذا الظرف الدقيق. وأكد الرئيسان على ضرورة الانطلاق من جديد وفتح صفحة جديدة في العلاقات، مسار العلاقات بين البلدين تتجاوز كل مشاكل الماضي. هذا وقد قادر رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان البلاد مختتما زيارة عمل ناجحة استغرقت يوما واحدا. وكان وفد إريتري على المستوى يضم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبراب قد زار السودان في 19 من مايو الماضي، وسلم رسالة من الرئيس سياس أفورقي لرئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. أصدرت وزارة الإعلام تصريحا صحفيا بمناسبة زيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لإريتريا. نص التصريح: أحدث المؤتمر الوطني الذي كان يحكم السودان لمدة 30 عاما شرخا كبيرا في التاريخ السوداني ودمارا لا يمكن تصوره، ويمكن شرح ذلك عبر هذه النقاط التالية: دفع جنوب السودان للانفصال والتسبب في اضطراب دائم بين الطرفين، خلق وإدارة الأزمات في دارفور وكردفان والنيل الأزرق والشرق، العمل على خلق أكثر من 120 تيارات سياسية وأحزاب لتطبيق سياسة فرق تسد، جعل السودان يعاني على الدوام من انعدام أبسط مقومات الحياة، بالرغم من أن السودان يعتبر سلة غذاء العالم، إقامة نظام فاسد تنتفع منه قلة بالرغم من رفعه شعارات الدفاع عن المظلومين وتحقيق العدالة الاجتماعية. بلغت في عهده ديون السودان الخارجية أكثر من 50 بليون دولار، وخلق أزمة اقتصادية حادة. من أجل تحقيق أجندته الهدامة جعل من السودان مركزا لإيوائه الجماعات الإرهابية مثل بن لادن والقاعدة وكارلوس، ومحاولة اغتيال حسني مبارك في أديس أبابا، والجهاد الإريتري والجماعات الجهادية المصرية، بالإضافة للدخول في أحلاف مشبوهة لنشر الفوضى والاضطرابات في المنطقة. ونتيجة لتلك السياسات الهوجاء ضاق الشعب السوداني ذرعا وانفجر في وجه ذلك النظام، مما أدى إلى تنعيته عبر البطولات التاريخية التي سجلها، وولوج السودان إلى مرحلة انتقالية جديدة، وينخرط الآن في تلمس طريقه للوصول إلى بر الأمان دون أي تدخلات خارجية. إن الشعب الإريتري باعتباره الشريك التاريخي لشعب السودان كان عرضة في 30 سنة الماضية لهذه الأعمال المدمرة، ولهذه الحقيقة أعلن عليه الحرب دون ذريعة وانتهاك حدوده بإعلان مرسوم الطوارئ. وتؤكد الحكومة الإريترية مجددا إعجابها ودعمها لمثابرة نضالات الشعب السوداني، وتعلن أيضا بأنها ودون نسيان الشراكة تقدم واجب الدعم الكامل للمجلس العسكري الانتقالي الذي أخذ على عاتقه مسؤولية المرحلة الانتقالية. وزارة الإعلام أسمر 14 من يونيو 2019. تم اليوم الجمعة 14 من يونيو إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم ببرامج نظمت في قاعة إدارة الإقليم الأوسط. وقال المدير العام لقسم الخدمات الصحية في وزارة الصحة سيد برهان قبرتنسائي في المناسبة إن توفير الدم يعني ضمان الحياة، مشيرا إلى الجهود المبذولة في البلاد لتأمين الدم. وأوضح النتائج المرضية لأنشطة تشجيع التبرع بالدم في البلاد، مقدما شكره لأعضاء جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم لمساهماتهم. وذكر الدكتور يوهانس قبرات ممثلا لمنظمة الصحة العالمية أن اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يحتفى به منذ عام 2004 يحقق نتائج مرضية في رفع الوعي. من جانبه أشاد رئيس جمعية التبرع الطوعي بالدم السيد سامسون قبرسلاسي بكافة المتبرعين بالدم لإنقاذ الحياة. وتخلل الحفل برامج تعكس أهمية التبرع الطوعي بالدم ومضمون اليوم العالمي للتبرع بالدم. وتشير التقارير بأن 90% من الدم المقدم في المؤسسات الصحية يأتي من المتبرعين الطوعيين و10% من الأسر.
نظمت في مديرية عد قيح بمناسبة ذكرى 20 من يونيو يوم الشهداء الأبرار نظمت أنشطة نفير في مقبرة الشهداء. وفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن الأنشطة التي اشتملت على التشجير أنجزت بمشاركة 4 إدارات ضواحي وهي هدامو وحشملة وحينبة وعنبور وكذلك عمال المؤسسات الحكومية. وأوضح السيد أسفاو تركاي وهو أحد منسقي البرنامج عن نجاح 80% من الشتول التي غرست العام الماضي، وإن العمل الجاري هذا العام هو مواصلة لتلك الأنشطة التشجيرية. وأشارت المعلومات الواردة إلى تسيير حملة نظافة فعالة في مدينة عد قيح بمشاركة أكثر من 6000 مواطن. تبرع الإريتريون المقيمون في مدن بريطانيا بحوالي 73 ألف جنيه و1000 دولار. وأفادت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن التبرع قدمه لجنة الشهداء في لندن والمقيمون في مانشستر وليدز وشيفيلد ونيوكاسل وبرمنغهام والجاليات الإريترية في ليفربول وليستر وبالتوك وكنائس بالتوك APLF وكنائس كيدهن محرد ومدهن علم وقدس ميكائيل وبيت إيل والجمعية التعاونية لأسر الشهداء في ليدز وجمعية السلام في برمنغهام وجمعية مدهن علم في نوتنغهام وشباب الجبهة الشعبية في ليفربول وأفراد آخرين. بعد الفاصل سادتي نعود بالأخبار الخارجية. حملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس، مما دفع أسعار النفط للارتفاع وزاد من مخاوف وقوع مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، لكن طهران نفت الاتهام بشكل قاطع. وكان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي ألقى باللوم على إيران في الهجوم الذي وصفه بالصارخ على ناقلتي نفط الذي وقع يوم الخميس. وقال بومبيو إن الولايات المتحدة أجرت تقييما بناء على معلومات استخبارية عن نوع الأسلحة المستخدمة، وكانت ناقلتا نفط استهدفتا بتفجيرات في خليج عمان قرب السواحل الإيرانية. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن إحدى الناقلتين غرقت في خليج عمان، وتقول إيران والولايات المتحدة إنهما أنقذتا عشرات من طاقمي الناقلتين. ونشر الجيش الأمريكي مقطع فيديو يقول إنه يظهر الحرس الثوري الإيراني يزيل لغما غير منفجر من جانب إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا إلى هجوم، فضلا عن صور فوتوغرافية تظهر ما يبدو لغما بحريا. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن وقوع الهجمات المزعومة التي استهدفت الناقلتين قبالة السواحل الإيرانية بالتزامن مع وجود رئيس الحكومة اليابانية في طهران حادث أكثر من مريب. وارتفعت أسعار النفط بنسب وصلت إلى 4% بعد الهجمات التي وقعت قرب مدخل مضيق هرمز، وأثارت مخاوف من تعطل تدفق النفط من الشرق الأوسط. أعلنت الهند اعتزامها إنشاء محطة فضائية خاصة خلال 10 سنوات. ونقلت مصادر صحفية عن كيشيفان رئيس وكالة أبحاث الفضاء الهندية قوله إن الهند تعتزم إطلاق محطتها الفضائية الخاصة التي تزن نحو 20 طنا بحلول عام 2030. وأكد شيفان إن الهند لن تحصل على مساعدات من أي دولة أخرى من أجل تحقيق هذه المهمة الطموحة، مشيرا إلى أن نيودلهي في حاجة إلى إقامة مثل هذه المحطة الفضائية من أجل دعم إرسال أول سفينة مأهولة إلى الفضاء. وكانت الهند قد أعلنت الأسبوع الحالي عزمها إرسال سفينة فضاء ثانية إلى القمر في الشهر القادم. قالت أجهزة الإنقاذ الصينية إن ما يصل إلى 61 شخصا لقوا حتفهم، وتم إجلاء 356 ألف آخرين من منازلهم جراء هطول أمطار غزيرة على أنحاء واسعة من جنوب ووسط البلاد هذا الأسبوع. وفي بيان نشر أعلنت وزارة الطوارئ الصينية انهيار 9000 منزل وتضرر 3.7 مليون هكتار من الأراضي الزراعية جراء السيول، وهي خسائر اقتصادية تقدر إلى الآن بنحو 1.9 مليار دولار أمريكي. وقالت الوزارة إنه تم إنقاذ 4300 شخص من مياه السيول التي اجتاحت مناطق تمتد من إقليم غواندونغ في جنوب شرقي البلاد حتى
نينغتشينغ في جنوب غربي البلاد على الروافد العليا لنهر يانغتسي. وتعاني الصين من خلال فصل الصيف من جفاف في أقصى الشمال وسيول في الجنوب. وحذرت وزارة الطوارئ من أن الأقاليم الشمالية تشهد مستويات أقل من هطول الأمطار هذا العام، بينما من المتوقع أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى زيادة مخاطر حدوث فيضان بمجرى النهر الأصفر. توصلت مجموعة من مطوري قطع السيارات في روسيا إلى اختراع جديد يخول للسيارات أن تتمتع بقوة دفع الدبابات واجتياز كل العوائق والأجسام والطرق الوعرة والوحل الثقيل بشكل سلس وانسيابي. وقد وقع الاختيار على سيارة من نوع بنتلي لتزويدها بالاختراع الجديد، ويقول عنها مخترعوها إنها سهلة القيادة بعد التغييرات التي أدخلوها عليها. الروسي كونستانتين زاروتسكي صاحب الاختراع يقول إن القيادة لا تختلف عن قيادة السيارة العادية، وقال إن الاختراع أمضى عليه 7 أشهر من التجارب الدقيقة حتى توصل إلى هذه النتيجة، وتعهد لمواصلة العمل من أجل مزيد من التطوير الاختراعي حتى يصل لأكثر عدد من الناس. سادتي، كانت ذلك الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية لهذا المساء، حتى نلتقيكم في نشرات قادمة. لكم مني أجمل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.